السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هننظف مع بعض المنبار وهنشوف بقى، وهقول لكم رأيي بصراحة في موضوع الخلاط اللي قالب اليوتيوب، وكله عمال يقول الخلاط بينظف المنبار بطريقة مبهرة، وكمان شفت فيديو جايب 1,000,000 مشاهدة. مش عارفة بصراحة على ايه بالظبط، لكن هنشوف مع بعض وفعلا هل الخلاط ليه عامل كبير ولا لا. تعالوا نصلي على رسول الله ونشوف الطريقة على طول، وما تنسيش حطي لايك. هنا بقى بصوا، انا معايا المنبار، انا ما عملتش فيه اي حاجة غير اني شطفته بس، ما عملتش فيه حاجة خالص، وهقلبه هعمل كل حاجة معاكم. بصوا طبعا شكله عامل ازاي قبل التنظيف، صعب جدا. هبتدي ان انا اقلبه. طبعا بفتح الحنفية وايه بقلبه كده الطرف بسيط، وبخلي المية تدخل جوه عشان اعرف اقلبه ويبقى سهل معايا. طبعا القلب ليه كذا طريقة، لكن الطريقة دي انا بحبها جدا وسهلة بالنسبة لي. طبعا الكلام للمبتدئين اللي ممكن يشوفوا الفيديو. معايا هنا الخل، هبتدي اضيف بقى ايه حوالي نص كوباية من الخل. ومعايا البيكنج باودر، هضيف معلقة كبيرة. بصوا بدأ يفور. وكمان معايا معلقة من ملح الليمون، ومعلقة كبيرة برضو من الملح العادي. وتقدري تضيفي ليمون كمان، لكن انا ضفت ليمون في الاخر خالص كده اهو. هبتدي بقى اشغل عليهم الخلاط، وهاجي هنا بقى اهو، وهنزل كده على المنبار، وهبتدي اقلب فيه شوية، وهسيبه حوالي نص ساعة او ساعة. بس قبل ما اسيبه هضيف عليه ليمونتين، وهسيبهم وارجع لهم تاني. بصوا هو كده بعد ما سبته شوية، بصوا الشكل بتاعه. وبدأت ان انا اقلب فيه شوية. بصوا المية بتاعته، وبصوا نازل منه طبعا رواسب. تعالوا بقى ايه نشوف ايه موضوع الخلاط. احنا كل دوت احنا ضربنا الحاجة بس في الخلاط، لكن بصراحة ما فادنيش في اي حاجة. اوعوا تجربوا موضوع الخلاط، انا بقول لكم نصيحة عشان يعني ما تحطوش الممبار في الخلاط في الشفشق نفسه، لاني جربتها ما عملتش معايا حاجة خالص. وكمان الممبار مسك فيه السكينة بتاعت الشفشق بتاعت الخلاط، وما عملتش معايا نتيجة نهائي. كل اللي يعني انا عملت الفيديو وحبيت ان انا اشارككم بيه عشان اعرفكم حاجة بسيطة. هو مفيش اي حاجة حصلت في الممبار غير اني هو سهل معايا شوية. يعني كل المكونات دي حلوة جدا وسهلت معايا شوية، غير انك بتفضلي تعملي بالسكينة وتاخدي مجهود كبير. لا هي سهلت معايا شوية، لكن موضوع الخلاط اوعي تفكري تعمليه نهائي بصراحة. ملهوش اي افادة. الافادة كلها ان انتي بتقلبي المكونات كلها مع بعض، وتقدري تعمليها من غير خلاط خالص. بصوا هنا بقى انا حبيت اوريكم. بصوا الناس اللي بتقول على الخلاط بيقلبوه في بعض. الفيديو اللي انا شفته قلبوه كده في بعض، وقالوا لك بصوا زي الفل وزي القشطه. طبعا هو الفيديوهات اللي زي دي بتبقى معروفه، بينضفوا الحاجه وبعدين يقولوا لك زي الفل وزي القشطه. لكن انا بحب جدا المصداقيه. ما احبش ان انا اعمل فيديو اتشهر بيه. انا ممكن اعمل فيديو اتشهر بيه على فكره، يجيب لي 1,000,000 او يجيب لي اقل مثلا من 1,000,000، بس اللي هو هيجيب لي مشاهده عاليه. فلازم يكون في مصداقية. بصوا كل ده بيطلع من الممبار. الناس اللي بتقولك نضيف معايا وحلو جدا وسهل جدا، لا انا مش شايفة كل الكلام دوت. لازم اعيد عليه. حتى لو كانت عمل في الخلاط ولقيته ابيض كده، كان لازم برضو ان انا اعيد عليه تاني.
بصوا المنظر ده، كل ده وانا لسه في واحدة بس. يعني بصوا نزل قد ايه. كمان هنشوف كل اللي نزل منه. آه اسفة بصراحة يعني المنظر، بس حبيت ان انا اوريكم عشان تعرفوا وتتأكدوا، ولازم يكون في مصداقية. اهم حاجة، مش اهم حاجة ان انت تعملي فيديوهات وتعدي من غير مصداقية. دي حاجة بينك وبين ربنا. ما ينفعش ان انت تقوليها كده وخلاص، لازم تكوني جربتيها عشان تتكلمي بقلب جامد وتكوني واثقة من الحاجة اللي عملتيها. بصوا بقى هنا الفرق بين ده وده. بصوا دي اللي انا ماسكاها دي اللي عملتها واللي حطيتها في البولة دي لسه ما عملتهاش. عايزة اقول لكم الممبار من الحاجات اللي لازم تتنضف كويس جدا جدا. عشان طبعا الاكل، النظافة اهم حاجة، النظافة. عايزة اقولك كمان الشوربة بتاعت الممبار بتبقى حلوة جدا، وبتبان ان كان الممبار دوت فعلا متنضف كويس او لا، بيبان من الشوربة بتاعته. بصوا بقى المنظر، كل ده من واحدة بس. هو فعلا سهل معايا كتير اسفل المنظر، بس حبيت اوريكم ان كل دوت اللي خرج منه. بصوا بقى المكون اللي هحطه ده، انا كده نضفته ومعايا كيس بيكنج باودر. هبتدي اضيفه، بس لاحظوا معايا وشوفوا اول ما هضيف البيكنج باودر هيعمل ايه. بصوا هو عمل معايا فوران اول ما هقلب كده. بصوا فوران، وفي نفس الوقت اهو بصوا في نفس الوقت خلى الممبار ابيض. هنشوفه مع بعض دلوقتي. بجد ممتاز جدا جدا. والتنظيف سهل وابسط بكتير من الاول. يعني ابسط من ان احنا ما نضيفش عليه المكونات دي. بجد حلوة جدا، الطريقة عجبتني. لكن ما تحطيش الممبار في الخلاط خالص، اوعي. يعني انا شفت فيديو الممبار حاطينه في الغسالة، مش عارفة ايه الهدف يعني، بس هو اي حاجة وخلاص. بصوا بقى اهو، بصوا ابيض ازاي. عايزه اقول لكم البيكنج باودر انا عملت بيه الممبار قبل كده، كان حلو جدا، بجد حلو قوي قوي. بصوا كمان الميه، طبعا الميه كده مش نظيفه، ده الميه كده من البيكنج باودر. لونها تحسوه مغير شويه كده. بقى هبتدي ان انا اشطفه. مش عارفه انا في يد ده بحب ان انا طبعا بغسل الحوض قبل ما اعمل اي حاجه، وبعدين برمي الحاجه كده فيه واغسل واحط في البوله او احط في الحاجه اللي انا بستخدمها. كده كمان مش واضح قوي. بصوا الاضاءة لما بتتظبط بيبان. وكمان بصوا من جوه، طبعا الدهن ده بخليه من جوه عشان بيدي طعم حلو جدا. وبصوا النظافة بتاعته حتى من جوه نضيف جدا جدا. بصوا بقى انا حبيت ان انا املاه ميه كده عشان اوريكم النظافة بتاعته عاملة ازاي. عمالة اجيب الطرف الاخير، مش عارفة اجيبه خالص عشان املاه واوريكم المنظر. بصوا اهو، خلي بالكوا بس في التنظيف، لان انتوا عارفين الممبار خفيف جدا عشان ما يتقطعش منك. بجد حلو جدا جدا والله. الطريقة دي انا حبيتها. بس تقدري كمان تعمليها بالبيكنج باودر،
فقط لا غير. وخل يعني هيساعدك برضو، بس خلي بالك ما تكتريش خل عشان ما يهريش الممبار. وكده اكون خلصت الفيديو معاكم. يا رب تكون الوصفة عجبتكم واكون قدرت افيدكم حتى لو بحاجة بسيطة. بس الرجاء مش اي حاجة تتقال على اليوتيوب تصدقوها، لازم تجربوها عشان تتكلموا وتكونوا واثقين منها وبقلب جامد. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.